رسميا اللعيبه بتنجح في تنفيذ المخطط بتاعها. رسميا رحيل فيرا عن تدريب نادي الزمالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم الأنس، ويلا نبدا حلقه جديده من برنامج الخلاصه. بص يا سيدي، حلقه النهارده هنتكلم في عن لقاء نادي الزمالك ونادي غزل المحله، ولقاء النادي الاهلي والبنك الاهلي. نبدا بلقاء الزمالك ونادي غزل المحله. ايه اللي حصل؟ والله انا ما انا فاهم. هفضل كل حلقه اقول لك انا مش فاهم. الزمالك بدا التشكيل او الزمالك بدا بتشكيل ب 3-5-2، وقلت بس النهارده الصحوه، يعني هنبدا ونلعب. طالما فريرة فكر وراجع وقال لك هنلعب ب 3-5-2، يبقى هو كده رجع لعقله. مش رجع لعقله انه مجنون، لا، رجع بالفكر اللي هيخليه يكسب. وفعلا الزمالك على غير العاده بيبدا بضغط على فريق غزل المحله، واول مره اشوف الزمالك من فتره طويله بيضغط على اي فريق. كنا نستنى من الاول يضغطوا علينا نتراجع، بعد كده نبدا. لا، المره دي احنا اللي بدانا. يحصل ايه بقى؟ الزمالك يلبس جون. ازاي؟ غلطه من مدافعين نادي الزمالك، يطلع عواد بتقدير خاطئ يلبس الزمالك الهدف الاول. قلت خلاص كده هي شكلها اسودت. ايه اللي يحصل؟ الزمالك يرجع تاني ويهاجم تاني. ايه اللي يحصل تاني؟ يلبس الهدف التاني. ازاي بقى؟ تقول لي سبحان الله، والله ما اعرف. انا مش فاهم ايه اللي يحصل. كوره بتتلعب كل مره بالدفاع وكل مره بتضحك عليهم وتعدي. ازاي؟ مش فاهم. ده دفاع. كل مليون مره دي ما يلعبش. محمد عبد الغني والله ما يلعب. راجل فقد اساسيات الكوره. مش كل فيديو هنرجع نقوله ده ما يلعبش. الزناري مش موجود، بس الراجل ده ما بيلعبش فتره طويله. خلاص مش مشكله. لكن الراجل ده لعب مع اف سي مصر في الدرجه الثانيه، لعب مع الزمالك كذا ماتش. ايه ده؟ سؤال يعني ايه ده؟ ما علينا. عدى الجونين خلصنا. يحصل ايه بقى؟ طب هسال سؤال، ليه فرقه سيد نيمار باك الشمال؟ مش مشكله، بنضغط بنكسب، احسن. محل خطر، ايوه محل اخطر. لكن ايه اللي يحصل بقى؟ نضيع. ليه بقى نضيع؟ هو احنا نادي الزمالك كده بتسالني كتير هنضيع ليه يا عم؟ قول لي كده. تقول لي دي ايه؟ لا، ما هو المدرب غلطان. فرقه غلطان. طبعا. ازاي هينزل؟ عارف اللعبه تفنش ازاي؟ مش هينزل. هو غلطان. اقنعني بقى وقول لي ان الفرقه غلطان. يلا اتفضل، سامعك اهو. غلطان. يعني لاعب زي سيف الدين الجزيري بيستلم ما يعرفش يشوط، دي مشكله مدرب؟ واحد زي امام عاشور بيعدي ويجي يشوط في السماء، برضه مدرب، صح؟ فريق فاقد اساسيات الكوره من الدفاع، برضه مدرب. يعني المدرب هيقول لك محمد بيلعب هنا، صعب جدا هنا، الزمالك هنا، خلي بالكم عشان فريق غزل المحله بيلعب كذا كذا، وهو برضه غلط. فمشكله مدرب. ازاي؟ قول لي ازاي؟ بدايه الفيديو قلت لك اللعيبه نفذ اللي عايزاه، فرقه مش وماشي في توقيت مش عايز اقول لك اوسخ توقيت، وبنقع فيه كل مره وكل غلطه. هتجيب مين؟ عبد جلال؟ مش هينفع. خلاص هو الاستقال، فخلاص بالنسبه للائحه ما هوش ماسك. هتجيب اسامه نبيه؟ طب ما هو كان مع فرير ما غيرش حاجه، يعني ما سمعناش صوت. يعني هتجيب مين والله؟ يعني انت كان معاك 450,000 دولار عشان تدفع لفرير الشوط الجزائري، يعني انت معاك فلوس اهو، ما تجيبش لعيبه ليه؟ فهمني، قول ما تجيبش لعيبه ليه؟ يعني فرقه مخت هنقول فرقه مخت اخطر. طب الفرقه دي مش معاه حد اسمه امام مرتضى منصور ما جابلوش صفقات كويسه؟ فقيله. فوالله انا عملت جمعيه عموميه، والله يا جماعه انا عايز اقيل ابني. ازاي يا باشا؟ ده ابنك ما تاكلوش؟ لا، رفض صفقات امام مرتضى منصور. يا عم ازاي؟ ما هو الفشل المنظومه كلها بقى. شيل ابنك. تعرف تشيلها ولا ما تعرف؟ تعرف تشيله؟ ما تعرفش تشيل. فكر كده تاني. فكر شوف كده تنفع؟ لا ما تنفعش. جرب حد تاني. هات اسماعيل يوسف حطه في الجهاز. ايه اللي هتضيف؟ ايه اللي هيضيف؟ يعني انت زميلتك شفت ماتش النهارده؟ عارف اكتر حاجه مزعلاني ايه؟ ان فرق اقال في وقت كنا بدانا نلعب فيه كوره. الشوط التاني عملنا كل حاجه في الكوره، ضيعها ده سيف الدين الجزيري وضيعوا ده مستوى الشباب. دي اتنين اقسم بالله. يعني مش عايز اقول لك مش عايز اقول ايه تاني اكتر من اللي انا قلته. قلنا لعيبه ما هيش رجاله، وقلنا لعيبه ما تستحقش تلبس الفانلة، وقلنا لعيبه بتتمرقع، وقلنا هقول لك ايه؟ مفيش جديد اقوله. يعني سيف الدين الجزيري شوف كام كوره. انت الكوره الوحيده اللي سابس في المسا كانت هتعدي جون، ادي اهو ما بيلعبش. وقلنا صفقه فشلت اهو، على الاقل بيحاول. انت عملت ايه؟ والله قول لي يا امام عاشور، عاجبك مستواك كده؟ انت ما يعني انت كده تمام؟ ده اللي كان بيتغنى واجيب جون يحط ايده على رجله و فين؟ على النقيض الاخر الاهلي والبنك الاهلي. قلت لك الاهلي فيه ميزه. هتقول لي ايه الميزه؟ قلت لك الاهلي وهو وحش بيعرف يكسب. النهارده مش عارف، هو سؤال بصراحه،
هو اي فريق بيلعب النادي الاهلي بينسى دي في البيت؟ شوف بقى بنعمل ايه؟ وزميلك والنبي انت حارس مرمى، يعني انت الكوره دي تغلط فيها كده؟ يعني ده انت كنت قدامنا قدام الزمالك عامل فيها مش عايز اقول نوير او كاسيس، عامل فيها يعني اعظم جون، النهارده بتغلط الغلطه ديت. الاهلي عمل كل حاجه بقى، سير الماتش على براحته. الاهلي عمل كل حاجه النهارده، عمل الماتش زي ما هو عايز، مشى الريتم براحته، لعب براحته، جاب الجون، هدى الريتم كده. قلت لك الاهلي بيعرف يكسب ماتشات، ما بيعرفش يلعب ماتشات، بيعرف يكسب، وده حاجه كويس ان هو حتى وهو وحش بيعرف يكسب. بس هرجع اقول لك لسه الاهلي مش احسن حاجه، ولو كنا كسبنا النهارده واللعيبه لعب بنفس اداء بتاع المحل النهارده في الشوط الثاني بس، كان الدوري فيه كلام كتير. لكن الاهلي احسن فريق يستغل اخطاء الاخرين. احنا نزلنا فوتشر يتعادل وبعدين ولا اي حاجه، هو منفرد بالصداره ومرتاح سبحان الله. اقسم بالله حاجه انا مش فاهم. الاهلي متذبذب، ده كاس عالم انديه معهوش صفقات، هوبا في يوم وليله 3 4 صفقات، الزمالك بينهزم، بيديله قمه الدوري، بيلعب معاه، بيرجع محمد شريف اللي جاب جون النهارده، بيرجعه لمستواه. بص كل حاجه. يعني الاهلي والله لو مخطط ان كل ده هيحصل اكيد يعني 1% كانش هيحصل حاجات يعني، وفعلا لا كل حاجه حصلت سبحان الله. يعني لعيبه الاهلي او لعيبه الزمالك، اسف لعيبه الزمالك وهو بيتفرج على النادي الاهلي وهو بيكسب، مفيش غيره بجد، مفيش دم. ايه اللي بيعمله عمرو السيسي ده؟ واللي بيعمله امام، واللي بيعمله مصطفى شلبي والجزيري وي والله ده الشوال اللي عبد الشافي نزل فيهم الزمالك بان. انت عارف اللي يزعلك ويحرق دمك ان خلاص بقى في زيزو على اليمين وجنبيه سيد نيمار والجبهه اشتغلت والناحيه مصطفى شلبي مع عبد الشافي والدنيا هتظبط، ما نعرفش نكسبه. حسره ما بعدها حسره. في النهايه يعني فرمشي اتفرج اللي هيحصل. هو انا بعرف الغيب استغفر الله يعني؟ لا، بس هتفرج على اللي جاي هتشوف. ما كانش فيه مدير فني اجنبي هيمسك، بس اقول لك حاجه، اللي هيمسك اسامه نبيه، بس لو ما فيش مدير فني اجنبي اللي جاي هيبقى سواد، والله سواد. لو اللعيبه دي ما اتحدتش، اتحد مين يا عم؟ والله انا زيت كتر الكلام، زيت درجه علينا وحشين قوي 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 قوي، وحالنا بقى يصعب على الكافر زي ما قلت. النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله في الصداره والدنيا حلوه، وده كاس العالم الانديه هادي والدنيا كويسه، صفقات جديده، تدعيمات، كابتن محمود خطيب رئيس البعثه والدنيا كويس. في الناحيه الثانيه احنا بنخبطوا في بعض، شويه عاملين شله الناحيه دي على حسب الاخبار، وشويه عاملين شله الناحيه دي وي 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 وي، في النهايه صفر، الزمالك صفر. مش عارف اقول لك كلام كتير والله اكتر من كده، لان هما اللعيبه دي خلت المشجعين نفسها ما عادش يبقى عندها شغف ان هي يقدموا حاجه جديده بامانه والله. في النهايه انا مش هطلب غير من اخواتي يوصلوا الفيديو ده لاكبر عدد مشاهدات. لو بتشوف الفيديو ده في كل حته ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. كان معاكم الأونز، اشوف حلقه جديده، سلام.